السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معلش انا عارفة ان احنا اتأخرنا في موضوع الميزان ده، بقالنا كتير ما وزناش. النهارده يومنا ال25، احنا ما وزناش من يوم ال15. تمام. بس عايزة اقول لكم يعني انا ما بوزنش من كتر ما هما بيتعبوني في موضوع الميزان، فانا فكرت في حاجة كده. جبت الباسكت الحلو ده، قلت هحطه على الميزان واحطهم جوه الباسكت، لاني بيجننوني حرفيا. انا مش عارفه كل ما اجي انوي اللي انا اوزن الاقي الميزان مش عايز يوزن، الاقي الميزان فيه مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم دبر لي امري يا رب. والله الميزان شغال معايا في المطبخ زي الفل، عارفين يعني زي الفل، اكسبريس. اجي بس انوي اللي انا اوزن، معرفش بيحصل له ايه، بيخاف منهم بقى ولا ايه، مش فاهم. اهو بصوا، الميزان كان شغال دلوقتي. ايه يا حبيبي؟ طب هوزن واحد بس او اتنين، طيب تبقى حاجة تقريبية. ثانية واحدة كده اظبط الميزان. الميزان اشتغل، يا رب يفضل على كده. بص بقى، انا هنا بعد ما بحط الحاجة اللي انا هوزن فيها، بروح جاية عاملة كده. الميزان رجع كام؟ صفر. دعواتكم بقى الميزان يكمل معايا، بس اوزن اتنين. يعني ممكن اوزن اتنين من الثبت ده واتنين من الثبت ده، اطمن على الاوزان بس ونكمل. بصوا اخترت الديك القمر ده. شايفين الجمال، شايفين العسل. اوعى تنقر رجلي. هحاول احط جوه الباسكت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بيجننوني. ثانية واحدة عشان مش عايزة بس اكسر جناحه. ثانية واحدة خلي بنتي تصور. اهو يا جماعة اديك اهو، عشان محدش يقول لي انت مش بتوزني وبتخدعينا في موضوع الميزان ده. لا 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 لا، اعمل معروف. بسم الله ما شاء الله. يا حبيبي بقى، يا حبيبي بقى، انا مشغلة الميزان بالعافية. بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا مصفرين الميزان، انتوا شفتوا كيلو 900. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بص بقى، دي النت، دي مش ديك، ده نت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الفرق. الديك دايما 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 في اي نوع فراخ بلدي ابيض، اي نوع تلاقي الديك مسابق النتي دايما في الوزن. انا اتفاجئت بوزن الديك، ما شاء الله ما شاء الله. ليه؟ لان هم بيبقوا عاملين زي جو سيطره كده جوه العشه، جوه القفص، جوه المكان اللي انت بتربي فيه. فتلاقيهم اول ما الاكل يتحط، هم اول ناس بيجروا على الاكل. الديوك اول ناس بيجروا على الاكل، دايما مسيطرين، دايما هم ايه اللي سايقين يعني. فبصوا الفرق، 600 جرام ما بين الديك وما بين النت. انا برضه هاخد من السبت التاني، هاخد ديك وهاخد نت ونشوف الفرق ما بينهم. ثانيه واحده. بصوا لما تيجي تمسكي الفراخ كده يا جماعه، شايفين ان الجناحات رافعه فوق خالص، انا مش ماسكه من جناحات كده، يا اما من تحت. اوعي تمسكيها من الجناحات بتاعتك تكسري. الميزان معانا 6 اهو. دي نيتشي برضو مش ديك. تصدقوا فكره حلوه؟ لا لا سيبوا. فكره حلوه قوي، فكره كيلو 280. يعني برضو نقدر نقول ايه، كيلو 300. نفس الفكره بتاعت الوزن برضو بتاعت النيتشي التاني. هجيب ديك كده ونوزن مع بعض. يا بارد يا بارد لعبت اهو. ده الكيلو الكلي اللي هو الكيلو 300، وال 250 بتوع ال 250 بتوع الباسكت اللي احنا مصفرين. هجيب بس ديك كده ونوزن مع بعض ونشوف. بص اهو، اخترت اللهم بارك ديك برضو حلو ما شاء الله يعني. اهو الميزان اهو صفر. ده عامل كيلو ونص. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الاوزان حلوه جدا معانا. تمام. هو كيلو ونص ان شاء الله. ان شاء الله ممكن معانا كمان، يعني احنا النهارده 25، ان شاء الله الدوره دي تطلع معانا على 35، تبقى الاوزان بتاعتها ممتازه. لان انت معاكي من بعد عمر ال30 التحويل بتاعهم بيفرق جدا. من بعد عمر ال30 بتلاقي الاوزان معاكي بتزيد اليوم بيومه بطريقه جميله. كده انا هرجعهم بقى مكانهم. خلاص احنا وزننا نيتشي وزننا ديك من كل سبت. هرجعهم مكانهم ونشوف هنحط ايه النهارده مع بعض. بصوا الطواجن حتى البودره الناعمه اكلينها الحمد لله. انا هنا اهو، ده البيض الوسط
ومعايا هنا الخشن اللي هو السوبر، اللي هو الحبه الكامله. شايفين الحبه الكامله عامله ازاي؟ هحط حبه وحبه. فضي حبه هنا، حبه هنا وحبه هنا، بالراحه عشان الكيسه مقطوعه. بتخر بابا. يلا بابا، يلا حبيبي. فضي شويه هنا بس. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. الكابوس بتاع ابني انتهى الحمد لله. اخد علاج فيه فيتامين د وكالسيوم، مع العلاج طبعا اللي هو الالفنترن بتاع الورم والمسكنات. رفعنا رجله لمده اسبوع مع جبيره كده كنا عاملينها له يدويه كده في البيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عدت على خير، الامور اتحسنت معاه والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. بشكر كل اللي بعت لي وسأل على ابني وكلمني لاني طبعا زي ما انتم عارفين انا قلت لكم ان في ناس من اللي بتتابعني على القناه من العملاء بتوعي اصلا اللي بياخدوا مني فراخ، فكلموني وسالوا وطمنوا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم يا رب ما بيننا المعروف وكل خير يا رب، ونفضل كده دايما اسره مع بعض كده. ربنا يبارك لي فيكم وفي صحبتكم الصالحه، وما يحرمنيش من دعواتكم ابدا يا رب. دايما بتدعوا لي وبتدعموني، ربنا يبارك في صحبتكم الصالحه يا رب. انا هنا اهو هقسم لهم الاكل، مش بحط الاكل كله في مكان واحد عشان يعرفوا ياكلوا. زي ما اتفقنا انا اول ما باجي بحط الاكل، الديوك بتهجم عليه بطريقه شرسه زي ما انتوا شفتوا. وزي ما انتوا شفتوا لاحظتوا الفرق ما بين الاوزان. ده عايزه اقول لكم الديك اللي هنا ده انا من اول يوم لما نقلت هنا قلت لكم انا في شويه ديوك هنا مفتريه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتوا شفتوا الوزن بتاعه اللهم بارك، يعني مسابق الجدول بكتير، يعني مسابق جدول الاوزان بكتير. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ماشيين بوصفاتنا زي ما احنا بالخلطات بتاعتنا، امورنا تمام. النهارده بقى عملت لهم حته سقوه، يعني انا ما رضيتش بقى اجيب الكوكس كيور تاني. لما قلت للبيطري قال لي ظهر اسهال، قلت له لا ما ظهرش عندي اسهال. قال لي خلاص تمام بلاش، يعني ايه ما تزوديش عليهم. انا معايا هنا زعتر، هبتدي ان انا احط ايه شويه كده على كل قد معلقه صغيره كده على كل برام. تمام اهو. الزعتر بقى من الاعشاب الحلوه قوي معاكي في الشتاء، بيديهم دفى كده ويخليهم ايه. ثانيه واحده بابا، طب ثانيه واحده بابا، ويخليهم ايه ما شاء الله عليهم على حيوية. هنا بقى انا عامله ايه، غليت شيح، معلقه كبيره شيح على معلقه كبيره شاي على البراد ده، وهحطهم على الميه وحاصر عليهم عصره ليمون. اقوى مطهر معوي للفراخ مهما كان عندها مشاكل، الخلطه دي تقضي عليها تماما. شيح وشاي وحاصر عليهم عصره ليمونه، مجرد ما هفضي على الميه حاصر عليهم عصره ليمونه واحطها لهم. انا ما كترتش عليهم في العلف لان السقوه دي جامده عليهم، بتطهر بطنهم، بتنضف بطنهم. عندهم اي مشكله بقى اسهالات اي حاجه بتخليها ايه، بتظبط الدنيا معاهم جدا. هنخلص دي ونشوف هنكمل معاهم ايه بقى بسقوات ايه تاني. احنا خلاص داخلين على عمر ال30 يوم. بصوا هنا طبعا البراد ده مش هحطه كل مره واحده على البتاعه دي 2 لتر. هنحط قد 10 سنتي على كل واحده، يعني قولي على اللتر 5 سنتي بس. حط في التانية على كل واحده 10 سنتي. هاتلي بقى ليمونه من بره لو سمحت، هتلاقيها مقطوعه بره. بصوا اصلا من الميه، بصوا على كل بتاعت ميه هعصر نص ليمونه، تمام. وسيبوا لهم الليمونه في الميه عادي، مش هتأذيهم في حاجه يعني. عايزه اقول لكم الجو ابتدى يبرد قوي. اعصر هنا يلا. الجو ابتدى يبرد قوي عندنا في اسكندريه. انا باجي بالليل بقفل لهم الشباك، بس باب الاوضه بسيبه مفتوح. بيحصل كمان بقى للاسف النور ابتدى يقطع. امبارح النور قطع بالليل. عايزه اقول لكم بقوا مرعوبين. فللناس اللي بتشغل دفايات او عندها عنبر او حاجه
لازم يخلوا بالهم قوي لو النور فصل عندهم على الفراخ، لان الموضوع ده بيبقى صعب قوي لو الدفايه فصلت، نشغل دفايه او حاجه وفصلت عليهم بيخشوا في دور برد، يعني الله المستعان. الله المستعان. بس عشان جعانين. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى حاجه تنقرك ها. عشان بينقروا. عايزين تاكلوا ايه؟ مش مديني فرصه احط الميه، بيقلبوا الميه. استنى بس انا هاخد الكبيرة الاول عشان اشغل ماشي. دماغي. بسلام. يحيى مساعدني النهارده. يلا طيب. بس تعال بس. يلا حبيبي. طب اوعى طيب، هو بيخاف يقرب منهم يحيى. يحيى ما يعرفهمش الا هم ايه، صغيرين كده، اول ما نجيبهم غير كده ما بيحبش يقرب منهم. لا لا، هتتقلب هتتقلب. اوعى بابا، اوعى بابا، اوعى يا حبيبي. يا ابني كل ما بحط الطواجن يروح جاري واحد واقف لي في قلب الطاجن، ياكل يشبع يروح قاعد في الطاجن ما يتحركش، وغالبا ده بيبقى ديك. يا حبيبي ناديكم لسه قاعدين نكمل. انا قفلت لهم الشباك اهو، قفلت لهم الشباك كده، امورهم تمام، بياكلوا بيشربوا، امورهم تمام كده. اليوم بتاعنا خلص على خير. الاوزان اطمنا عليهم، اللهم بارك. الاوزان اطمنا عليهم، امورنا تمام كده. اليوم بتاعنا خلص على خير، يومنا 25، اللهم بارك. الاوزان الدوره دي زي ما شفتوا من اول الاسبوع، الاوزان المره دي فوق المتوقع، اللهم بارك يعني. لو انت جايبه كب ومتاكده من المكان اللي انت جايبه منه جايبه كب، اللهم بارك، الدوره هتمشي معاكي زي الفل زي ما انتم شايفين. احنا مع بعض يوم بيوم كده، يومنا خلص على خير. اشوفكم بكره في يوم جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.